أهلا بيكم في بودكاست جديد. بودكاست يوم الثلاث عن 3 نصايح مهمة جدا عن التعاملات مع البشر، أيا كان مختلف الأشخاص اللي احنا هنتعامل معاهم. فال3 حلول دول علشان يساعدونا ازاي نتعامل معاهم بمنتهى الاحترافية. أنا عارفة ان كلمة الاحترافية دي كلمة كبيرة، بس احنا لازم نتعامل بمنتهى الاحترافية ويبقى عندنا ذكاء عاطفي على قد ما نقدر. يلا نبتدي في اول بوينت. اول نقطة بتقول الصمت. احيانا وفي مواقف كتير جدا ما ينفعش نرد على كل الاشخاص اللي بيتكلموا، سواء كانوا كبار او حتى صغيرين. المواقف بتنقسم الى مواقف شديدة قوية قوي تأثر على البني آدم، ومواقف بسيطة عادية بتأثر برضو بس التأثير بتاعها بيبقى قليل جدا. اهو المواقف دي والمواقف دي الاتنين بيأثروا، والموقفين الاتنين سواء كان كبير او صغير يلزم معاهم موضوع الصمت، لان عدم الرد او عدم الكلام بيبقى تحت بند الرد او تحت بند الكلام. بمعنى ان احيانا الشخص اللي قدامي بيبقى عاوز يستفزني، طبعا انا ما اقدرش احكم، بس انا في البودكاست ممكن اتصور لكم بعض التصورات المنطقية او بعض من عملية التفكير اللي بيفكر فيها الشخص اللي قدامك، فبالتالي هو ممكن يبقى فعلا عايز يستفزك، او حتى هو متضايق فبيحاول يفش غله مثلا. حاجات كتير قوي وامثلة كتير قوي ممكن نحطها تحت بند الكلام ده، وهتبقى برضو من مسميات الأحكام بس بحدود، مش هنسيبها مفتوحة كده على البحر. فيبقى هنا عدم الرد أو الصمت نوع من أنواع الردود. أيوة، عدم الرد رد في أوقات معينة، النظرة رد، عدم الرد رد، الهدوء رد، لغة الجسد رد، والبادي لانجوج رد. مش هتكلم فيها قوي، بس احيانا طريقة معينة من النظرات او طريقة معينة من حركات اليد او حتى الرجلين بتدي ايحاء للي قدامك لو انت مظبوط، انت كويس، انت تعبان، ولا طب ماشي تمام. بس طبعا ما بيبقاش كلام او حتى منطق كلامي، بيبقى نوع من انواع اللغة بنوصلها للي قدامنا او حتى بنديله ايحاء. تمام، اسكت بقى. ده بمختصر الكلام الصمت. النقطة رقم 2، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. احيانا الاشخاص اللي بيبقوا حوالينا بيبقوا عندهم نقص في اشياء معينة، عنصر الامان، الطمأنينة، الهدوء، السلام، افتقار شخص لبعض من انواع الامور زي السلام النفسي بيخليه دايما في حالة تشتت، مش عارف هو عايز ايه. في حالات تانية معينة من الاضطرابات، قلق، ظنون، احكام، تندرج كلها تحت بند الصبر في اوقات معينة. في كل الاوقات ممكن نصبر، بس مش في كلها قوي، يعني عشان to be honest الصبر مش بالمعنى المتعارف عليه في الواقع بتاعنا العربي برضو، بس في معنى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. للأسف الصبر بيبقى هنا مجبور علينا، لأن احنا ما نقدرش خالص نغير الأشخاص، وهنا بقول للأسف لأن أنا شايفة إن الأشخاص ما بيتغيروش، احنا اللي لازم نتأقلم على الواقع اللي احنا عايشين فيه ونسيطر عليه على قد ما نقدر. نسيطر عليه بمعنى ان احنا نتقبل الاشخاص اللي حوالينا،
نحاول نديهم اعذار ونحاول نصبر شوية. ده معنى بسيط لمختصر التعاملات. فلازم نبقى فاهمين كل الامور دي، ولازم برضو نبقى فاهمين ان معظم الاشخاص اللي حوالينا يفتقدوا لبعض من السلام النفسي، فاحنا ممكن نكون بنتعامل بدون احكام. انا عمالة انبه اهو بدون احكام، علشان ما ندخلش تحت بند ان احنا هناخد الحكم اللي احنا تلقيناه اللي احنا اعطيناه للشخص كتلقية منه. خدوا بس بالكم. وهنا هيبقى الصبر كويس ويبقى فتنة، فاحنا بنصبر فبناخد اكيد حسنات كتير. تقليل التوقعات بدائرة الامان. تقليل التوقعات طبعا اللي احنا ماشيين كل شوية عمالين نتوقع فلان حلو، فلان وحش، فلان جميل، فلانة مش جميلة خالص. نحاول على قد ما نقدر نقلل الاكسبكتيشنز بتاعت الناس اللي احنا بنحطها على الناس، علشان كل ما بنرفع سقف التوقعات، سقف الطموحات، كل ما بنبقى غلط. وياريت نوقف الاتنين، التوقعات الإيجابية والتوقعات السلبية. ما توقعش إيجابي في حد، ما توقعش سلبي في حد. أنا هشوف لسه الشخص اللي قدامي ده هو في السيف سيركل معايا ولا لأ. أنا حاطه اختبار على أول الدايرة كده، واقف على الخط. مع أول اختبار هيثبت لي فعلا هل هو يستحق يكمل في السيف سيركل بتاعتي، ولا يرجع ستيب لورا وخطوة لورا وما اشوفش وشه تاني في دائرة الأمان خالص، ما اشوفش وشه حرفيا في دائرة الأمان بتاعتي. واتعلم وقتها ان احنا لازم نحط دائرة امان لكل الاشخاص اللي هيجوا جداد في حياتنا، ولكل الاشخاص اللي في حياتنا طبعا احنا حصل ما بيننا وما بينهم مواقف، فنشوف احنا هنحطهم في السيف سيركل جوه، ولا نرجعهم تاني بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة يرجعوا. فخدوا بالكم ان انتوا تقللوا التوقعات ودايرة الامان تبقى مرسومة على طول. من حيث ان احنا اشخاص بنتوقع بسرعة، وطبعا المجتمع ساعدنا ان احنا نتوقع بسرعة ونفرض احكام، طبعا تحت بند التوقعات احكام وظنون وحاجات تانية كتير. والانسان بيبقى متعلق عشمان اصله اتعرف على حد جديد علشان ينسى القديم. كل الكلام ده تحت بند التوقعات برضو. فخدوا بالكم السيف سيركل والتوقعات مهمين الاتنين مع بعض، حطوهم مع بعض وهم هيبتدوا فعلا يخلوكوا تفنطوا الاشخاص اللي حواليكوا، وهل هم فعلا اشخاص عندها سلام نفسي وهيدوكوا دعم فيكملوا معانا، ولا لأ من الاول واحنا على البر كده. تمام. لحد هنا هيبقى البودكاست خلص. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك وسبسكرايب لو انتوا استفدتوا. اشوفكم في بودكاست جديد. مع السلامة.